بحسب العربية إن السلطات المصرية اتخذت قرار بمنع الفلسطينيين القادمين من سوريا والسودان وليبيا والعراق واليمن من دخول مصر، وحتى إشعار آخر. وقبل أيام اتخذت السلطات المصرية قرارات مماثلة، حيث قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد حاملي الإقامات حتى من دول الشنجن، وذلك دون الحصول على الموافقة الأمنية. يعني هذا القرار فعلا قرار صائب، ويعني ينتظره المصريون. والأهم من ذلك هو من دخل بالفعل إلى الأراضي المصرية، ومنهم من توغل في المحافظات في كافة محافظات مصر. فلا بد أيضا من متابعة هؤلاء لمعرفة يعني هي خلفياتهم إيه